تمام يا باشمهندس، احنا دلوقتي هنبتدي البارت 2 من السيشن، بحيث الحوار يكون بالنسبه للشباب ان شاء الله يعني هينزل على شكل بارتات، بحيث الحوار يكون واضح. كل حاجه تكون مثلا البارت ده فيه جزئيه واحد اتنين تلاته، والبارت التاني يكون واضح برضه. تمام. اتكلمنا عن نقطه مهمه قوي يا باشمهندس، وان الميكانيكال ديزاينر اوكي. وقد ايه مجال كويس. في سؤال اتسال كتير قوي 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 قوي: ازاي الواحد يكون ميكانيكال ديزاينر شاطر؟ وده سؤال يهمني طبعا جدا جدا بشكل شخصي، انا حتى اعرف راي حلو حضرتك فيه ايه. اتفضل يا باشمهندس. حلو أوي. طيب، آه، اولا انت عشان تبقى ميكانيكال ديزاينر عموما، انت لازم تمر بمراحل، شويه مراحل كده. اول مرحله ان انت تكون نوليدج كويسه من الحاجات اللي انت بتاخدها اكاديميك. يعني امم. كل العلوم اللي انت بتاخدها ريليتد بالميكانيكال عموما، بالميكانيكال مش الميكانيكال ديزاين. كل امم. الحاجات اللي ريليتد بالميكانيكال ضروريه معاك جدا في الميكانيكال ديزاين. طب ليه انا قلت ميكانيكال؟ لان امم. الميكانيكال ديزاينر هو بيشتغل، هيمشي في الماتيريال، امم. وهيمشي في السترينث اوف ماتيريالز، وهيمشي امم. في حاجات ليها علاقه بالسلكشن، ليها علاقه بالديزاين، امم. وهيمشي في حاجات ليها علاقه بالداينامكس، وليها امم. علاقه بالفلويد، ليها علاقه والهيت بالهيت. ترانسفير. كل امم. المواد اللي انت درست كل المواد اللي انت درستها في الكليه وارد جدا 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 تتعرض لحاجات تخليك ترجع تاني تفتح المواد امم. دي. دي مش حقيقة. معنى اني بقول لك يبقى عندك نوليدج كويسه فيها ان انا عايزك ان انت يعني بعد ما تتخرج تبقى عارف كل المواد دي وعارف كل حاجه فيها. لا، ما هو ده طبيعي هننسى. بس على الاقل لما يجي قدامك حاجه تقدر ساعتها امم. عارف انت تروح لفين. انت امم. عشان تعرف دي هتروح فين هتراجعها منين. هي دي اهم حاجه. امم. فطبعا كل المواد اللي انت درستها في الكليه ضروريه جدا جدا، لان الميكانيكال ديزاينر ده هو تقريبا الجوكر، بياخد كل حاجه. امم. حلو قوي النقطة دي، ودي على فكرة كمان طيب يا دلوقتي باشمهندس بقى من عندك. مميزات كمان قسم ميكانيكا. يعني دي مميزات كمان قسم ميكانيكا، انت بترجع كمان للشكل الاكاديمي، بترجع تقرا كتب، بترجع لازم ترجع تبص كمان للدراسه بعد كده. يعني انت مثلا لو هتعمل حاجه هيت ليها علاقه بالهيت ترانسفير، لازم ترجع تفتح كتاب. كتير يقول لك خلاص انا اتخرجت، كتاب ايه؟ لا، وشغل واحد اتنين طبعا. تلاته. لا لا، لازم ترجع تفتح الكتب بتاعت زمان دي كلها. اتفضل يا باشمهندس. بالظبط بالظبط. لا، حته ان انت ما تفتحش كتاب تاني دي متهيالي اصلا في اي فرع من فروع الهندسه ده مش موجوده. مش مم. ميكانيكال بس كل الفروع بتاعت الهندسه فيها مذاكره تاني. مم. وده مش خبر سيء برضه، عشان أنا ممكن ناس تتضايق من الحاجه دي. بس انت دايما حطها قاعده كده عندك في حياتك. انت عشان تقدر تكبر طول يعني العلم هو اللي بيكبرك في الشغل عموما. انت لو شغال اي شغلانه العلم هو اللي بيكبرك فيها. فلو انت توقفت عن العلم خليك واثق ان انت هتتوقف في ان انت تعلى في مراتب الشغل بتاعتك، ايا كان بقى العلم اللي انت هتاخده هو ايه. مم. فما فيش علم بيقف. العلم لو انت وقفته خلاص يبقى انت كده يا عم، انت كده انت تمام لحد هنا. انت مم. مش عاوز تاني. وخلي بالك، انت لو وقفت علم في فترة معينة في حياتك كده مم. والدنيا حواليك عمالة تتقدم وتعلى وتعلى تعلى، انت كمان شوية انت هتمشي من المكان اللي انت فيه. ليه؟ مم. لان انت واقف مكانك، انت مش عارف تواكب التغير اللي بيحصل في العالم. دي حقيقة. كل يوم طول فطبعا جديدة، العلم كل يوم حاجة العلم جديدة. لا. بالظبط بالظبط. فالعلم مش هيوقف يعني. تمام. بس حضرتك قلت أول جزئية نرجع بتاعت تاني الكتب. للسؤال مم. بتاعك. اه بالظبط. يبقى اول حاجه لازم اهتم بالحاجات اللي انا بدرسها في الجامعه دلوقتي. تمام. طيب تاني حاجه، إيه اللي المفروض تفيدني كميكانيكال ديزاين؟ ان انا في حاجه اسمها الديزاين ثينكينج بروسيس. الديزاين ثينكينج بروسيس. قبل ما انا ما اقول لك ابدا اتعلم برامج الكاد وابدا اتعلم التول وكده، هي برامج الكاد ضروريه وكله تمام يعني لا غنى عنها، ولازم تتعلمها ان بارلل مع الديزاين ثينكينج بروسيس اللي انا بقول لك عليها دي. مم. بس في بروسيس كده للناس الديزاينرز بيتبعوها في التفكير بتاعهم. يعني لما مم. يجي يفكر ازاي هيعمل برودكت ما، يبدأ ازاي؟ هل مم. يخش على طول يفتح برنامج الكاد ويرسم؟ حلو أوي النقطة دي يا ده مش صح. باشمهندس. مم. طب مم. يعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟
لا، في بقى حاجات كتيره يتبعها ان هو يبدا يخش فيها. دي طبعا دي فيها كتب، يعني اللي انا بكلمك اكيد فيه ده فيها كتب. اكيد اكيد. بس هي اي حد دلوقتي لو دخل عمل سيرش على ديزاين ثينكينج بروسيس، هيلاقي الجايد لاين، هيلاقي الخطوط العريضه، هيعرف ساعتها مم. كمان يمسك كتب من الحاجات دي. مم. فالديزاين ثينكينج بروسيس دي هي بترتب افكارك قبل ما تبدا تخش ديزاين. لان خلي بالك ديزاين ثينكينج بروسيس دي هي بروسيس، اول ما تخلصها تبدا ساعتها تشتغل على برنامج الكاد. انت يعني اقدر متخيل؟ اقول يعني اقدر اقول يا فانت باشمهندس، برنامج الكاد عشان يعني اقدر اقول ان الكاد، برامج الكاد دي هي ستيب من الديزاين بروسيس. برنامج الكاد ده هي بر تول. بر بص م- اقول لك ب... حاجه. مم. هل ينفع دلوقتي اقول لك آه خد الآلة الحاسبة دي واحسب لي عليها لوغاريتم مش عارف كام في كام على كام، وانت مم. اصلا ما تعرفش يعني ايه لوغاريتم؟ مستحيل. ماشي مش اكيد. هتعرف. اه ولا انت معاك طول اهو، اه. بس مش هتعرف. دي وبعدين حقيقة. خلي بالك برضو في غلط كبير قوي، في غلط كبير قوي الواحد بيشوفه في السوق حاليا، يعني ان هي الناس حشره مجال الميكانيكال ديزاين في السوليد وركس لدرجه دي حقيقة. ان في ناس بتقول احنا عاوزين مهندس سوليد وركس. مم. انت متخيل الكلمه، احنا عايزين مهندس اه. سوليد وركس؟ دي فطبعا حقيقة. دي كلمه، يعني كلمه ترعب. مم. كلمه مرعبه بجد. ليه بقى مرعبه؟ لان حاليا احنا ما بقيناش، يعني اللي بقى يشتغل بالسوليد وركس ما بقاش يقتصر على المهندسين الميكانيكا فقط. لا، مم. انا شفت بعيني ناس اداب واعلام وشغالين بسوليد وركس، واقول لك على حاجه، واخدين مم. شهادات وسيرتيفايد في السوليد وركس. مم. انا واحد اداني في فتره من الفترات كورس ما يعني، وكان اكسبرت في السوليد وركس، وكان هو اصلا يعتبر شغال في النجاره والحاجات اللي زي كده، ما كانش مهندس يعني. مم. حلو. بيستخدموا السوليد فده كتول، ده بيستخدموها يخلينا كتول. مفيش ده يخ... مفيش فكر هندسي، هو مجرد تول بيستخدمها بس مش اكتر. اه هو بالظبط، الله ينور عليك، انت وصلت للنقطه اللي انا عايز اقولها، مفيش فكر بالظبط. هندسي. مم. فانا اللي يفرقني عن اي واحد تاني عنده القدره انه يستخدم التول دي، الفكر الهندسي. فما مم. ينفعش انا انط كل الستبس دي، ولا اهتم لا بدراستي الاكاديميه، ولا اهتم بان انا اعرف اصلا الناس بتبدا ازاي تشتغل في برودكت، واروح ناطط كل السلالم دي وابدا على طول اقول ايه، يلا نشتغل سوليد ورك. دي لا، نقطة ما جميلة، هو يا صح. جماعه سوليد وركس هو في مم. الاخر تول انت بتستخدمها عشان تعمل بيها مجسمات وتعمل بيها حاجات. خلي بالك، صح. كل برامج الكاد بالسوليد وركس، بس لو دخلت على اليوتيوب هتتعلمها. مم. هتقدر ترسم بيها المكعب والمربع، وهتقدر تعمل كل حاجه، بس دي مش ده حقيقة. الهدف. دي هو حقيقة. مش ده الهدف. الهدف ان انت تعرف البرامج دي تطلع بيها اللي انت عاوزه في دماغك، تطلع دي حقيقة. بيها الحاجه اللي انت عاوز تخليها في المنتج، تخدم على الكاستمر اللي طالب منك المنتج ده. دي حقيقة. فهو ده اللي يفرقنا عن، ده اللي يفرق المهندس الديزاينر عن الشخص الهاوي. لان مم. اي يعني الناس اللي مش ميكانيكال ديزاينرز، اللي هم بيجيدوا سوليد وركس وكده، دول يعتبروا في مسمى هواه. يعني ليه؟ لان مم. هو معهمش بقى العلم اللي هو البيهايند الكلام ده. مم. الا لو معاه طبعا العلم ده، فخلاص ده ما ينفعش يتقال عليه هاوي يعني. بس خلينا نتكلم ان واحد ما عندوش العلم اللي انت درسته، انت قاعد 5 سنين في الكليه بتدرس ايه؟ ما انت بتدرس الحاجات مم. دي. تمام. استاذك فهو كمان برضه يا ده اللي باشمهندس، يخليك اضيف نقطة صغيرة. تتفوق على الناس دي، وده اللي دي حقيقة. استاذك اضيف نقطة صغيرة بس اتفضل فعلا، اتفضل. ان لو الكونسبت فعلا عندك انك ازاي تكون ديزاينر، انت تعرف تستخدم السوليد، انت تعرف تستخدم كاتيا، تعرف تستخدم ان اكس، تعرف تستخدم كله. انت لو الكونسبت عندك خلاص، الله ازاي تكون ينور عليك. ديزاينر. بالظبط امم. بالظبط بالظبط اتفضل يا بالظبط. باشمهندس. يعني على. انا شخصيا اشتغلت باربع برامج كاد. ان شاء طب الله. انا اتعلمت انهي واحد فيهم؟ انا ما اتعلمتش غير واحد بس. امم. انا اتعلمت واحد بس، والواحد بس اللي انا اتعلمته ده لما اخش على اي واحد تاني بلاقيه سيميلر. بشوف فيديوهات وبفهم امم. الحاجات بس اكنك عاوز تفهم البرنامج ده يدخل له ازاي. لكن بعد كده بتعرف تتصرف، وايوه هتقع في حاجات وهتقف في حاجات وهتحتاج تبص فيديوهات بس، غير لما انت تكون مش فاهم اي حاجه خالص. ففي الاخر برامج الكاد يا جماعه، برامج الكاد دي هي تول. ما ينفعش واحد ينفض لكل حاجه ويبدا يقول انا هشتغل سوليد وركس وانا كده بقيت ميكانيكال ديزاينر. امم. هو ده اللي خلى المجال بتاعنا للاسف
الفكر ده هو اللي خلى المجال بتاعنا للاسف مجال السالري بتاعه في فتره ما كانتش احسن حاجه. مم. وكانت الناس فاكره ان ده اي عيل ماشي في الشارع يعرف يشتغل الشغلانه دي. مم. ليه؟ لان هو في الاخر اقتصر الشغلانه بتاعتنا على ان انت واحد قاعد بترسم. مم. وده مش صح. ده مش صح تماما. مم. دي حقيقة يا باشمهندس فعلا. فتاني حاجه بقى يعني خلينا اللي احنا اتكلمنا فيه ان احنا لازم تبقى عارف الديزاين ثينكينج بروسيس. وبعد بقى ما وبالتأكيد. انت ما عرفت الديزاين ثينكينج بروسيس او ان بارallel مم. للحاجات دي، المفروض بقى تبدا تتعلم تجيب تول. ايا مم. كانت التول دي بقى اي 3 دي اي برنامج 3 دي موديلنج. يعني وطبعا اكتر برنامج شائع في مصر سوليد وفي شويه وركس. دول يعني هو سوليد وركس. مم. خصوصا ان سوليد وركس بقى التعامل بتاعه سهل والدنيا فيه لطيف، لذيذه. ده لطيف فعلا. وسوليد وركس فيه ميزه حلوه قوي. سوليد وركس فيه ميزه حلوه قوي كمان ان انت مم. لما تتعلمه الاوامر بتاعته شبيهه قوي باوامر في برامج تانية كتير، فهو مم. بيخليك تعرف تشتغل على برامج تانية كتير من غير ما تاخد وقت كتير. ايوه لازم البرامج التانية عشان تخشها تشوف في شويه فيديوهات بس مش هيخليك تهدر وقت كتير. مم. فهو صراحه دي حاجه لطيفه فيه يعني. والتأكيد كمان يا بلس باشمهندس بقى على النقطه كلام المهمه حضرتك. اللي ممكن برضو. تأكيدا كمان برضو على كلام حضرتك، ان اتفضل مثلا اتفضل ان يا ان سامح. فعلا برامج الكاد دي اثبات انها فعلا مجرد تول. امال يعني مثلا اول برنامج كاد اتعمل تقريبا سنه 97 او 98، اول برنامج كاد خالص. امال قبل كده الناس كانت بتعمل ديزاين ازاي؟ مم. ما هو عشان تأكيدا فعلا ان هو فعلا ده مجرد تول. ما هو زمان الناس كانت بتعمل ديزاين، طول ما بالظبط. كانش في برامج كاد. اه. ففين فين بقى كل اه ده بالظبط. يعني فين القصص دي؟ فين السيكونس؟ فين بقيه السيكونس؟ انت جيت اتعلمت برنامج كاد بس بالظبط. فين بالظبط؟ فين الكونسبتس الحاجات دي كلها؟ فدي جزئيه مهمه فعلا. يعني يعني بص، هو في الاخر اي حاجه لازم عشان تبدا ترسمها كبرامج كاد انت لازم تبقى عملت شويه خطوات قبلها، بحيث ان انت مم. لما تخش برنامج الكاد لازم تبقى جاهز. يعني من ضمن الغلطات اللي بتحصل مع ناس كتيره وانا ساعات بعملها الصراحه برضو، ان انت ان انت المفروض قبل ما تخش على برنامج الكاد بتبقى محضر الكونسبت او محضر الرسمه اللي انت هترسمها دي ان شاء الله حتى في هاند سكتش كده اي كلام. مم. ليه؟ لان انا ما ينفعش ابدا افكر وانا في الكاد. انا لو انا بفكر وانا في الكاد هتاخد وقت كتير قوي. انا وانا في الكاد وانا في برامج الكاد المفروض ان انا افكر بس ان انا ازاي انفذ الاوردرز دي، ازاي اعمل الفيتشرز اللي انا عم راسمها بايدي دي. لكن المفروض الواحد يبقى قبل ما يخش برنامج الكاد هو جاهز. هو فكره جاهز، فكره حاضر، مم. كل حاجه حاضره. طب ليه الواحد ساعات ما بيعملش الخطوه دي؟ انا شخصيا ساعات ما بعملهاش لان مثلا بحس ان رسمي مثلا مش بيقدر يعبر شويه عن اللي انا عايزه، فانا محتاج مثلا انمي نفسي شويه في حته الرسم. انا عارف ان انا مم. عندي قصور في الحته دي، لكن المفروض مثلا كنت انمي نفسي في حته الرسم ان انا في الفري هاند سكتش بتاعي يبقى كويس شويه. طبعا الرسم اللي انا اقصده فري هاند سكتش مش رسم هندسي. اه الفري هاند اه. سكتش بتاعي يبقى احسن شويه. حد تاني يبقى مثلا ما عندوش يعني ما قدرش يتخيل كل حاجه، عاوز يعمل حاجه سريعه كده وينجز على طول. بس هو مم. الصح ان انت قبل ما تخش برنامج الكاد لازم تبقى جاهز ايا كان بقى جهوزيتك دي عباره عن ايه. عباره عن مم. رسومات، عباره عن بارامترز هتبدا تخش بيها سيكنس. انت عارف هترسم بحاجات سيكنسز عامله ازاي، ابعاد عامله ازاي، حاجات عامله ازاي. ما انت مش داخل الكاد تفكر. لو دخلت الكاد تفكر هتاخد وقت كتير جدا. وده دي برضو حقيقه. من ضمن مم. الحاجات اللي هيتعلمها الشخص في الديزاين ثينكينج بروسيس. يعني الديزاين ثينكينج بروسيس بتقول لك ان انت خلص كل حاجه وابدا بقى ساعتها ادخلك على الكاد. مم. فبعد نقطه بقى جميله جدا. بعد طبعا بقى ما بعد بقى ما بتبدا تخش على برامج الكاد وتعمل الديزاين بتاعك وكده، هل انت كده خلصت؟ يعني هل انا كده خلصت الشغلانه بتاعتي؟ لا ما خلصتش. ليه بقى؟ لان انا لو شغال على برنامج الكاد ورسمت الرسمه بتاعتي البرودكت بتاعي، لازم ساعتها ابدا بقى بعد ما اخلص كده ابدا افكر في البرودكت ده. افكر فيه ازاي؟ افكر فيه من ناحيه الريسك. بعمل له حاجه اسمها ريسك اسسمنت. من ضمن مم. في ريسك اسسمنت ده في طرق كتيره قوي. في طريقه شائعه كده من ضمن طرق الريسك اسسمنت اسمها فيميا او ديزاين فيميا، فيلير مم. مود اند افكت اناليسيس. فالفيميا دي بتخليك تبدا بقى ساعتها تبص من منظور الميكانيكال انجينير. يعني
الحاجه اللي انا اعملها دي، زي مثلا انا عامل مج. طب ما المج اللي انا عامله ده الكاستمر لو مسكه مثلا واتخبط منه في الحته المعينه، طب ما هيتكسر. فانا مم. لازم الحته دي ادعمها شويه في الديزاين بتاعي. طب واضيفها المج ده مثلا لو حد زقه بايده ما ممكن يقع. يعني ممكن اضيف كمان نقطه مشهوره قوي في القصه دي يا باشمهندس، حوار الشارب ايدجز. فممكن فاكر انك مثلا تعمل انا. منتج ليه شارب ايدج، الحوار ده مثلا يبقاش افضل حاجه. بالظبط الحوار بالظبط ده مشهور اول مثلا. بالظبط بالظبط. عايز اقول لك بقى ان الخطوه بتاعت الفيمياء او بتاعت الريسك اسسمنت دي، يعني الخطوه دي لو كل ميكانيكال ديزاين افتكرها في البروسيس بتاعته، غالبا الديزاين بتاعه هيطلع باقل معدل اخطاء. مم. بس هو للاسف برضو ساعات الخطوه دي لو انت ما عندكش بروسيس واضحه تمشي عليها، ساعات الخطوه دي انت ممكن تنساها وما تعملهاش، وتبدا ساعتها تصنع الديزاين بتاعك. ولما تصنع الديزاين بتاعك وانت ما كنتش واخد الخطوه دي في الحسبان، تبدا بقى انت ككاستمر دلوقتي بتتعامل مع الديزاين بتاعك، فتبدا بقى تشوف المشاكل اللي انت كنت ممكن تشوفها لو كنت بصيت للمنتج بتاعك وهو لسه على الكمبيوتر بنظره الكاستمر، اللي هي كريسك اسسمنت. مم. فاهم قصدي؟ فطبعا المشاكل دي بقى كلها تبدا تظهر قدامك في المنتج اللي انت صنعته، فده يخليك تضيع ترايلز، هتخليك تصنع منتج تاني عشان تتلافى فيه مشاكل المنتج الاولاني. طب لو انا كنت عملت ريسك اسسمنت وكنت بقى اديت شويه وقت لنفسي في الريسك اسسمنت ده، لا كنت هتلاقي مشاكل كتيره قوي. المشاكل دي اتقصت واتشالت. طبعا اللي انا بقوله لك ده، دي البروسيس بتاعت الميكانيكال ديزاينرز عموما. الميكانيكال ديزاينرز اما يبداوا يشتغلوا في ال 3 دي موديلنج وفي الحاجات دي، بيبداوا الاول ينيشيتوا الفايل بتاع الريسك اسسمنت، يحطوا شويه الريسكات اللي هم متخيلينها تحصل. وبعد ما بيعملوا ال 3 دي موديل طبقا لشويه الريسكات اللي متخيلينها، يروحوا يرجعوا تاني للريسك اسسمنت ويعملوا له ابديت تاني. هي لوب، انت داخل في لوب كده بالظبط، لحد لو ما صح. تخلصها. دي حقيقه. وبعد زائد بقى كمان. ما تبدا تخلص الحاجات، بعد ما تبدا بقى تخلص ال 3 دي موديلنج بتاعك وتخلص الديزاين مم. بتاعك والحاجات دي كلها، نبدا بقى مرحله جديده. ايه المرحله الجديده مم. دي بقى؟ ان انت ممكن بعد تبدا بقى ساعتها انت تخاطب سبلايرز. طبعا بقى تخاطب سبلايرز عشان يصنعوا لك الحاجه دي، وتخاطب بقى التيمز اللي عندك، سواء بقى سواء بقى يعني ساعات انت كديزاينر شغال في برودكت ديزاين اندستري، ممكن تبقى الديزاين بتاعك اللي انت بتعمله ده هو في حاجه هارد، في حاجه مثلا الكترونكس. حاجه الالكترونكس دي هتخليك تروح تتكلم مع الكترونيك انجينير. مم. فدلوقتي بقى في ان انت كروس تيمز داخلين في الموضوع ده. انت ما بقتش ميكانيكال ديزاين بس اللي انفولفد في الموضوع، لا ده انت بقى معاك هاردوير انجينير كمان داخل في القصه دي. مم. فتبدا بقى ساعتها تتكلم معاه وتوصلوا انتوا الاثنين لنقطه تقدروا تعملوا عليها الديزاين بتاعكم. قصد مم. كلامي ان البروسيس بتاعتك كميكانيكال ديزاينر دي بتخليك تتعامل مع ناس كتير قوي، دي وبتخليك حقيقه. تروح تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده. ليه؟ لان انت حلقه الوصل بين كل الناس. وده يجاوب على سؤالك اللي انت سألتهوني اول حاجة خالص، هل الميكانيكال ديزاينر مهم؟ مهم جدا. ليه؟ لان زي ما انت ما شفت اهو في حتة في البروسيس، الميكانيكال ديزاينر بيروح يكلم كل الناس اللي ريليتد بالحاجة اللي هو بيعملها. كل الناس، بداية من الكاستمر لحد البرشيزنج تيم اللي بيشتروا له حاجة، لازم تتكلم مع الناس دي كلها، او تتكلم على من ينوب عنهم، مم. او يجي لك فايلات جاهزه فيها كلام الناس دي. المهم ان انت في الاخر لازم تجي لك الحاجات دي كلها از ان انبوت عشان مم. تعرف تطلع معاك ديزاين كويس. مم. دي حقيقه يا ف باشمهندس. ف ولو اتكلمنا ده كمان على يخلينا سمول برضو. سكيل. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. ولو اتكلمنا مثلا على سمول سكيل برضه، عشان الشباب الصغير اللي لا لا لسه في اتفضل انا سامعك. الجامعه. عشان الشباب الصغير اللي لسه في جامعه، مثلا طب هو مش فاهم ايه، اخد ده واخد من هنا هاردوير وسوفت وير. لو ادينا مثال بسيط، ودي من الحاجات مثلا انا كنت عملتها في الجامعه. فكره ان انت لو اشتغلت بروجكت مجرد، يعني عشان كده ستودنت اكتيفيتي لذيذه هتعلمك القصه دي. ان انت لو اشتغلت مثلا بروجكت في الجامعه ومعاك زميلك شغال هاردوير، وانت مثلا تعمل ديزاين وفي كومبوننت معينه هتتحط في المكان ده، بتعمل حساب الديزاين بتاعك كده. تعمل حساب ان في مكان للكومبوننت ده في الديزاين بتاعك. لو الديزاين بتاعك مثلا بمثلا دي مروحه او حاجه، تعمل حساب ان مثلا حوار في الهيت ترانسفير، طب الحوار مثلا الهواء بيخرج، تعمل حساب السبيسيفيكيشن بتاعه زميلك. هي ده طبعا لو اتكلمنا على السمول سكيل يعني. بس عشان الشباب الصغير يكون فاهم بس بالظبط بنتكلم في بالظبط. ايه.
تمام، اتفضل يا بالظبط. لا باشمهندس. وطبعا يعني ريجاردنج بقى، لو هنتكلم على الشباب الصغير على لو هنتكلم على الشباب الصغير وكده، فانا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان اوضح اهميه الميكانيكال ديزاينر في الموضوع كله بتاع برودكت ديزاين. ان هو في مم. نقطه ما هو بيروح يكلم كل الناس. مم. فلا، انت دورك اساسي، دورك اساسي ودورك مهم جدا. مم. فنرجع بقى للدنيا تاني عشان الناس ما تتوهش مننا. يبقى دلوقتي المفروض يقرا عن حاجه اسمها ديزاين ثينكينج بروسيس، لا ثانك يو. ويعرف الحاجات اللي درسها في الجامعه، ويتعلم التول بتاعت ال 3 دي موديلنج ايا كانت ايه هي. وليتس سي مثلا احنا قلنا سوليد وركس. ويا حبذا بقى لو اشتغل كمان ببرامج السيميوليشن. طيب هل السيميوليشن يخش في ايه فيه؟ والله بقى كل واحد وهواياته والحاجات اللي بيحبها. في ناس هتلاقيها بتروح لفاينات اليمنت اناليسيس كستراكشر بقى وداينامكس وحاجات زي كده. في ناس بتحب تروح للسي اف دي، فلويد بقى وهيت ترانسفير والحاجات اللي زي كده. فهو في الاخر يعني كل واحد وهواياته والحاجات اللي بيحبها واللي يقدر يسعى فيها. وعلى حسب برضو في الاخر الاندستري اللي انت هتشتغل فيها او المجال اللي انت رايحه هو اللي هيحتم عليك هتعمل ايه. وفي لعلمك عشان برضو تبقى عارف الدنيا بره مصر ماشيه ازاي. بره مصر بيبقى في حاجه اسمها كاد ديزاينر، هو شغال ديزاين بس هو دي ملوش حقيقة. علاقه امم بالسيميوليشن. فعلا ليه؟ التايتل ده لان شفته مجال كتير. السيميوليشن ده مجال السيميوليشن ده بي... اه مجال السيميوليشن ده بيبقى ليه مهندسين خاصه بيه هم هو بس. ليه بقى؟ لان الناس اللي بتشتغل سيميوليشن على حسب برضو معرفتي يعني كده بشويه شباب كده شغالين سيميوليشن، هو ما بيشتغلش بالبرامج اللي احنا عارفينها انسز والحاجات دي بس. لا، هو بيخش معاه شويه حاجات تانية بقى زي ماتلاب وحاجات تانية. فهو في حد ذاته هو شغال في مجال اصلا كبير. هو مش لسه بقى امم هيدخل على نفسه برامج كاد وديزاين وبروسيس ومش عارف ايه. فهو الموضوع عنده اصلا كده كده كبير. هو مش لسه بقى هيكبره بانه ياخد حمل تاني اللي هو حمل الكاد. فعشان امم كده الشركات الكبيره كسرت الميكانيكال ديزاينر لحاجات كتيره صغيره تحتها. امم كمان جزئية مهمة قوي، بس التايتلز لما تلاقي من ضمن التايتل برضو الحاجات مكتوب. اللي اتفضل يا باشمهندس. اتفضل اتفضل، لا خليك قول النقطه كنت بتاعتك. بتكلم بس اتفضل. على جزئية الكاد كتير، يعني مثلا عشان نعرف بس ان شبه الحوار مش سوليد وورك. فعلا كتير من الشركات المالتي ناشونال او كده، او الشركات بره، يكتب لك كاد ديزاينر، كاد انجينير كده، يكتب لك كاد بس ويسيبك بقى. يعني كاد اه انجينير محتاج كاد انجينير، مش يقول لك بالظبط. سوليد ورك. يقول لك ممكن يكتب لك مثلا سوليد ورك كاتيا بلس كذا بلس كذا، يعني ويسيب لك مفتوح حتى ما بيقفلش البراكت حتى. يعني هو بيعرفك ان هو محتاج واحد عنده الكونسبت، مش محتاج التول بس، محتاج الكونسبت. بالظبط. بالظبط. ليه؟ لان الناس دي فاهمه ان انت لو عارف التول وعارف تجيد اي تول، اي 3 دي موديلنج تول، هتعرف ساعتها تجيد اي تول هم هيقولوا لك اشتغل عليها. وده مم. الطبيعي. انا لو بعرف اشتغل سوليد وركس، فانا لو خدت شويه كورسز كده او خدت شويه توتوريالز اعرف اشتغل على كاتيه ستيب باي ستيب كده لحد ما اتطور فيه وابقى حلو، واعرف اشتغل على ايا كان البرنامج التاني اللي هشتغل عليه. مم. فهو في الاخر الموضوع حته يا جماعه انت بتتعامل مع تول. انا اكني خليتك تشتغل بكالكوليتور مثلا كاسيو ايا كان الموديل بتاعها، وبعد كده رحت شلتها من ايدك واديت لك كالكوليتور براند تاني بشويه حاجات مختلفه تانية. طب عشان تشتغل عليها ما انت لازم فاهم بقى الكونسبت ماشي ازاي، مم. فتبدا ساعتها تعرف تشتغل عليها ببساطه خالص يعني. فهو مم. لازم تتعامل مع برامج ال 3 دي موديل ان هي تول. هي مش دي الشغلانه. الشغلانه مش ان انت مهندس سوليد وركس. مم. بالاضافه بقى نقطه مهمه جدا 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 وكتير مننا جدا بينفض لها وبيهملها. ايه هي؟ انت دلوقتي بعد ما خلصت ال 3 دي ديزاين بتاعك المفروض بتطلع ال 2 دي دروينجز. حلو. تمام. ال 2 دي دروينجز دي بقى هي اللي فيها العلم كله. دي حقيقة. ليه بقى؟ مم. لان الرسومات بتاعتك دي لما بتيجي تنزل الورك شوب لازم تبقى رسومات تصنيعيه. بمعنى ايه؟ ان احنا عارفين ان مفيش عندنا حاجه بيرفكت، المثاليه دي مش موجوده. مم. فلازم بقى انت ساعتها تقدر تدي للراجل على الرسومات بتاعتك التوليرنسز اللي يشتغل بيها، تديله السيرفيس فينيشز اللي يتعامل عليها، تديله كل الداتا اللي يبقى المصنع لما يشوفها ما يرجعلكش تاني. او خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية دي، ساعات المصنع ما يرجعلكش اصلا ويقول لك طب ما طالما انت مش كاتبها انا هعمل اللي اسهل لي.
وما تقدرش ساعتها تقول له لا. ليه؟ لان انت ما كتبتش حاجه، دي حقيقة. انت ما حطيتليش توليرانسز، فانا رحت ضارب لك التوليرانسز كلها والحاجات كلها عملتها لك بالتوليرانسز اللي انا اقدر عليها. طب الحاجه بتاعتك ما مم. ركبتش، او ركبت بس مش بتبرفورم زي ما انت ما عايز، مم. الفانكشن بتاعتها بايظه. طب ليه؟ ما انا غلطان، انا اللي ما عرفتش اظبط الرسومات بتاعتي. دي حقيقة. طبعا بقى المجال بتاع التوليرانسز والسيرفيس فينيشز وجي دي ان وفي دي بقى تي. حاجه اسمها اه. بقى جي دي ان تي اللي هو جيومتريك اه. جي دي ان دي دايمنشن. تي. اه. الموضوع ده بحر كبير جدا. طيب هو عشان بحر كبير جدا انا اعمل فيه ايه؟ ابدا فيه دلوقتي من وانت صغير، ابدا يعرف يعني ايه جي دي ان تي. احنا دلوقتي قلنا احنا الاثنين اهو جي دي ان تي، مم. خش سرش وشوف ايه جي دي ان تي، شوف كورسات عن جي دي ان تي. موضوع الجي دي ان تي ده بره مصر هو حاجه اساسيه، يعني انت لازم تبقى قلت عارف جي دي ان نقطة تي. حلوة قوي يا خلي بالك انا من ضمن باشمهندس. الشغلات اللي قلت نقطة حلوة قوي 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 قوي. خش سرش على جي دي ان دي تي. كتير 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 من الشباب مثلا يلاقي جي دي يوم اه جه داخل ساق. بص، ابسط حاجة خش سرش ابسط حاجة. يعني ابسط حاجة جدا جدا جدا. خش اعمل ريسيرش عن ايه جي دي ان دي تي، افهم ده ايه. انت عارف احنا خلال الميتنج بتاعنا ده احنا مع بعض في مم. شويه كي ووردز كده احنا عاملين نقولها. هو لو اي مم. حد بيسمعنا طلع من الميتنج ده بالكي ووردز دي ودخل سرش عليها، فهو كده هو خد المطلوب من الميتنج. يعني دي احنا حقيقة. عاملين من الصبح نقول ديزاين ثينكينج بروسيس وميكانيكال ديزاين بروسيس و وايه الكونسبتس اللي هنتكلم وريسك عليها بتاع اسسمنت الديزاين. مم. والحاجات دي كلها. الكي ووردز دي لو خدها ودور عليها والله عايز اقول لك يعني هو وقت ما يتخرج الموضوع هيفرق معاه تماما. خلي بالك انا الحاجات دي عرفتها بعد ما اتخرجت، عرفتها مم. في الشغل. مم. وعرفتها في الشغل عشان انا كنت في اندستري بتعمل برودكت. مم. لولا ان انا دخلت في الحاجات دي انا ما كنتش هبقى عارفها. مم. فاهمني؟ فطبعا الحاجات دي لو انت تعرفها وانت صغير مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل. واي شركة بره مصر هتيجي تدور عليها شغالة في برودكت هتلاقيها طالبة منك الحاجات دي. يعني برضه مم. هقول لك على تجربة حصلت معايا كده. كنت في انترفيو في شركة يعني بره. اول حاجة سألوها لي قالوا لي قول لي ايه الميكانيكال، قول لي ايه البروسيس اللي انت بتتبعها من اول ما يجي لك الريكويرمنت بتاعتك. فاولا كده هو الراجل ده عاوز يعرف انت بتفكر ازاي، عاوز يعرف ايه البروسيس اللي انت بتتبعها قبل ما تخش على برنامج الكاد. ما انا دلوقتي ممكن اقول له والله اول ما يجي لي الريكويرمنت بفتح الكاد، هيقفل معاك، هيقفل على طول اه. الانترفيو معاك. دي حقيقة. انتهى الكلام. هو انا ليه؟ بعمل لان 2 مش دي دي سكتش الشغلانه، اكسترود بيز بتاع، مش هقعد مش اقول له دي كده الشغلانه اللي اكيد. عاوزك تعملها. بالظبط. ف... انا ناس صحابي كتير وهم ميكانيكال على فكره، بس هم مش شغالين في الميكانيكال ديزاين، هم متخيلين ان انا كل شغل اللي بعمله ان انا بفتح سوليد وركس واشتغل. اه. ده غلط. انا بقى انا مش عاوز الفكر ده يبقى عند الشباب الصغير. لا يا جماعه الميكانيكال ديزاين ده مجال متشعب في حتت كتيره جدا وليه علوم ولازم تبقى عارف، ولازم يبقى فكرك منظم عشان تعرف توصل للحاجه اللي انت عاوزها. مم. بس دي حقيقة. فارجع بس للنقطه بتاعت ال 2 دي دروينجز. ال 2 دي دروينجز ضروريه جدا، وال 2 دي دروينجز هي اللي بتبين اذا كان الشخص اللي شغال ده ميكانيكال ديزاين اصلا انجينير، ولا ده شخص هاوي بيعرف يرسم على الطول.